هذا البرنامج برعاية أهلا فيكم بحلقة جديدة من المسابقة الرمضانية سنجيم الموسم الثامن. حلقتنا اليوم نار ويلي حيربحوا معنا كتار. مثل ما شايفين طقسنا اليوم ببرلين شتاء، ما بعرف إذا حنلاقي عالم كتير بالشارع أو لا، ولكن حنحاول نفوت على المحلات. قبل ما نبلش الحلقة بحب أتشكر رعاة البرنامج، مؤسسة الأمير الموسيقية الفلكلورية، الدكتور مهند أبو نبوت صاحب عيادة طب الأسنان، سوبر ماركت وملحمة الرضا، مطعم الدمشقي، وأيضا سينا لوك. شكرا جزيلا، وهلأ خلونا نبلش الحلقة. ما فينا ننساكم كل رمضان. كيف الشباب؟ العام وانتم بخير؟ انت بخير، اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، نحن هلا موجودين بملحمة الرضا، ملحمة وسوبر ماركت الرضا، من داعمين مسابقة سينجيم. أول شغلة شو بتحب تحكي لنا بمناسبة شهر رمضان؟ شهر رمضان خير وبركة والحمد لله رب العالمين. يعني كل شيء منيح في شهر رمضان، كله بركة خير. كيف أجواء رمضان هاي السنة؟ وهلا الطقس ماطر يعني. ايه تأس كثير حلو كثير، ما في يعني هالحرارة القوية، ما في شيء، الحمد لله كله تمام. هلا كل سنة أنا بجيك بأسئلة صعبة. هالمرة مجهز لك سؤال سهل. تمام؟ هلا السؤال بيقول: ما هو الذهب الأسود؟ الذهب الأسود هو النفط. ها هو الذهب الأسود. أكد؟ أكد مليون بالمية. السؤال سهل ولا صعب؟ لا يعني في ناس يمكن ما يلاقوه صعب، بس الحمد لله أنا يعني بعتقد هذا هو السؤال 100%. البترول النفط إجابة صحيحة، ألف مبروك. حتربح معنا هدية تقدمة الدكتور مهند أبو نبوت، جلسة تنظيف أسنان. شكرا لك، كل عام وأنت بخير. هلا بدنا نروح عند مصطفى. نحن هاي السنة ما عندنا خسرانين كثير. لا حفوت لعندك كمان، ملك التيك توك. كل عام وأنت بخير. كل سنة بنعمل معه مقابلة وبينبسط فيها. شو رأيك؟ تنعاد عليك وعلى اهلك وعلى ما شاء الله، يعني احنا شامين ريحة الكب. بدك تحكي لنا شوي عن المنتجات الخاصة برمضان، شو هي؟ الاشياء الخاصة برمضان، يعني مثل ما احنا شايفين. عندي أطيب وشو اللي عم تنطلب، يعني شو الاشياء اللي عم تنطلب برمضان؟ الكبة النية، الكفتة النية، الشاورما، فاهيتا، شيش طاووق، شاورما دجاج، وهمبرجر. طيب السؤال بيقول، والله سهل: أول منتخب عربي صعد إلى كأس العالم. المغرب. مش هاي السنة، أول منتخب عربي بالعالم، يعني على صعيد كرة القدم، أول منتخب عربي صعد إلى كأس العالم. أنت إجابتك المغرب صحيحة هاي السنة، إنه تأهلت ووصلت لمراكز متقدمة، ولكن إحنا عم نحكي بشكل عام. هل تونس، الجزائر، مصر؟ الجزائر. راح أساعدك لأنه أعطيتك اختيارات. مصر. مصر. لو الجزائر قلت مصر، شو بتختار؟ لا مصر. مصر. متأكد؟ متأكد. مصر جواب نهائي؟ مصر جواب نهائي. مصر إجابة صحيحة، ألف مبروك. بتربح معنا هدية تقدمة مطعم الدمشقي، وجبتين لشخصين. شكرا مطعم الدمشقي على تقديم جوائز مسابقة سينجيم. ناخذ معنا كبتنا. شكرا. لا تاخذ الكبة معك. حبيب قلبي خليني يعطيك العافية، كل عام وانت بخير. عليكم يا رب. هلا، عرفت عن حضرتك؟ عصام خليل، من وين؟ فلسطيني من لبنان. اهلا وسهلا فيك. هلا نحن بالعاده بنصور يعني بكل شوارع برلين، منا شارع العرب، شارع التورمشتراسي. شو اللي بيميز شارع التورمشتراسي اليوم؟ حلو كتير الشارع، أول شيء فيه كتير عرب وأجانب ومسلمين، وشهر رمضان يعني جو كتير حلو. العالم ما بتعرف غير شارع العرب، هو شارع الزرن عليه. لا، في عندنا هون الشارع، في عندك ترمس راسي، في عندك بالفيدن، يعني في كتير شوارع طيب هنعطيك سؤال ان شاء الله ما يكون يعني صعب عليك، وان شاء الله بتربح معنا. تمام؟ طيب السؤال بيقول: ما هي اصغر دولة
عربية من حيث المساحة. أصغر دولة عربية. من حيث المساحة البحرين. أنا أعطيك خيارات بس أنت دوري جوابك. البحرين. البحرين، قطر، الإمارات. قطر. لا البحرين. متأكد؟ متأكد. جواب نهائي؟ نهائي. البحرين إجابة صحيحة، ألف مبروك. تربح معنا جائزة تقدمة سينا لوج تشاين بقيمة 50 يورو. عليكم السلام. كل عام وأنت بخير. انت بخير؟ هلا نحن موجودين بالمحل 3 أشخاص ربحوا. ايه إن شاء الله ما تكون أنت اللي بتخسر. ان شاء الله. أعطيك سؤال، فكر بالإجابة لأنه سؤال خاصه برياضيات. كيفك بالرياضيات؟ يعني طيب ومش صعب ولكن بدك تركز شوي. سؤال بيقول يوجد 5 أرقام من أيام الشهر متتاليين، إذا جمعتن ببعض بيطلع الحاصل 100. 5 أرقام من أيام الشهر ورا بعض بيجوا، إذا جمعتن بيطلع الرقم 100. ورا بعض قلت 10 حيكون 10 و11 و12 و13 و14 و15، جمع ما بيطلع 100. ما فهمت السؤال. السؤال بيقول في 5 أيام بالشهر، مش عندنا اليوم الأول الثاني الثالث الرابع ال20 ال21 ال30، 5 أيام ورا بعض بيجوا، يعني تواريخ 5 تواريخ، إذا جمعتن بيطلع النتيجة 100. ما عرفت. إجابة حظ أوفر وشكرا لك. شكرا. تنقذ الموقف. يلا جاهز؟ ايه تفضل. السؤال لا هو مش صعب ولكن بده تفكير وهو هلا ما فهم السؤال. أعطيك سؤال تاني وإن شاء الله بيكون أسهل. طيب شيء لا يصاب بالرطوبة رغم كثرة الأمطار، ما هو؟ شيء سهل بس ما تتسرع بالإجابة وفكر فيه. شو الشيء الوحيد اللي ما بيتأثر بالرطوبة رغم كمية الأمطار؟ للامانه. فيك تساعده عادي يعني. قربت. مثلا يعني السؤال سهل ممتنع. انت قرب، اخوك قال لك المي، يعني قرب على الاجابه. شو الشيء اللي فيه مي كثير؟ اسهل من هيك ما في، هاي السنه بنتميز بالسهوله. البحر مثلا ما بتأثر. جاوب بالبحر. تمام ايه. البحر جواب نهائي. رغم كثرة الأمطار ما بيتأثر بالرطوبة، إجابة صحيحة، ألف مبروك. تربح معنا جائزة إلك ولأخوك تقدمة مطعم الدمشقي، إفطار لشخصين وجبتين إفطار. شكرا مطعم الدمشقي وكل عام وأنت بخير. تحكي لنا عن ملحمة الرضا، أنت اليوم جاي لهون وعم تتسوق، ليش اخترت ملحمة الرضا؟ ملحمة الرضا والله على سلامتهم، يعني يعني كل شيء، المنتجات منيحة، المعاملة حلوة يعني. على شيء بيعجبك من إيدين مصطفى؟ والله كل شيء من ايدينه منيح يعني. انا هون زبون مثل ما قلت لك يعني، ما شاء الله يعني. اي شيء يعني، سواء اللحمه او الاجبان او الالبان او حتى الخضره يعني احنا ما بنجيب غير من هون لانه المعامله حلوه رمضان كريم وأنت بخير. شكرا لك. احنا اليوم متواجدين ملحمة الرضا لنربح اكبر عدد ممكن. احنا مسابقة رمضانية، حنسألك سؤال على السريع وان شاء الله ما يكون صعب عليك. جاهز؟ لانه الاسئلة السهلة راحوا كلنا. السؤال بيقول من هو النبي الذي طلب منه قومه ان ينزل لهم مائدة من السماء؟ موسى. سيدنا موسى. حاعطيك 3 خيارات، هل هو سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا ابراهيم عليه السلام؟ يعني لازم يكون سيدنا ابراهيم، سيدنا محمد ما كانش ايام اليهود. من هو النبي يلي طلب منه قومه ينزل لهم مائدة من السماء؟ أنا مش راح اعرف انا. عيسى. قال لك عيسى. متأكد من اجابته؟ انا متاكد هو الشيء. هلا لانه قال لي. نحن حنربحك جائزة بتشان بقيمة 50 يورو من سينا لوك. انت طلعت معنا من 3 سنين تقريبا، صح؟
شاء الله اليوم كمان بتشرفنا بالحلقة. سهل. معنا سؤال سريع وحزورة وصعب، يعني أعطيتك الملخص. السؤال بيقول: متى يكون نتيجة جمع رقم 9 و7 4؟ كيفك بالسؤال؟ ايه خلاص الصيام التركيز شوي خفيف. جوابه سهل ولكن يعني التفكير فيه صعب. ايه بقول لك النتيجة إذا بقول لك الجواب حتلاقيه كتير يعني سهل. ايه نتيجة 9 و7 4. هو على شكل يعني حزورة، ففيه يمكن يكون تريك. في لغز صغير بس صغير يعني ما شرط انه موجود السؤال. 9 و7. حقرب لك اياه شوي، خصه بالوقت. ايه جايب كله. ايه 9 و7 4. هلا حجاوبني بالتفصيل، اذا كان هيك وعملنا هيك بصير الرقم مرة. خصه بالوقت. اوكي. 9 شلنا منه 5. لحظة بصير 4. نجمع، ما بدنا نشيل. بدنا نجمع. 16. ايه 9 و7 بس 9 و7 9 و7 16. متأكد من اجابته؟ ايه 9 و7 مظبوط. إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. إذا كانت الساعة 9 وفينا نزيد 7 ساعات بتصير الساعة 4. هو يعني حزورة من باب يعني الترفيه برمضان. شكرا لك. تربح معنا جوتشاين بقيمة 50 يورو تقدمة سينا لوك، خصم على تصوير عيد ميلاد، زواج، ألبوم، اللي بدك إياه. شكرا سينا لوك وشكرا لك على هالمشاركة. يعطيك العافية، الله يخليك. حنسألك سؤال، هلا أنت ربحته، فرجيني مين حيربحك. حدا قال له 10 و10 مش 20، واذا زدنا عليهم 50 بصيروا 11. هي الساعه نفس المبدأ. أعطيك سؤال وتكون آخر ضيف معنا بالحلقة. يعني اليوم الحمد لله ما خسر معنا كتير. السؤال بيقول: ما أضخم شلالات في العالم؟ نسمع فيها كتير نحن. سامع فيها انا نيجرس. بكندا صحيح، بس شو اسماء الشلالات؟ حنسمح ساعات بس ما تساعدوا غلط. طيب احتمالات. يساعدك. شو الإجابة؟ نيجرا. انا بتثق بإجابتك وطلع صح، بتثق بإجابته؟ انا واسع باجابته، هي على راس لساني بس مش عارف انطقها كده. أنا ما بنصحك. ما بيأثر، معه ربحان. نياجرا. توكلنا على الله. جواب نهائي، إجابة صحيحة. ألف مبروك، تربح معنا إجابة صحيحة. ألف مبروك، تربح معنا وجبتين إفطار مقدمة من مطعم الدمشقي. شكرا مطعم الدمشقي، شكرا لك على المشاركة، وأكيد نعيما سلفا. الله يخليك يا رب. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.